نحن الآن في مدينة اللطاملة متوجهين إلى جبهة المصاصني وجبهة الزلاقيات. طبعا كما تشاهدون القصف والدمار الذي قام به النظام النصيري جراء قصفه الهمجي المتبع وسياسة الأرض المحروقة التي يقوم بها. نحن الآن على جبهة اللطامنة في الريف الحموي، معنا الأخوة المجاهدون، حياكم الله. حياكم الله. معنا الأخ المجاهد فادي، فرقة الوسطى، قائد عسكري الأول للفرقة الوسطى، مرابطين على جبهة اللطامنة المصاصني من جهة المصاصني، الجنوب الشرق من جهة المصاصني اللطامني. امبارح تحاول التقدم على جبهة اللطامني من جهة المصاصني على اللطامني وجهة الزلاقيات على اللطامني، والحمد لله صدينا. حدثنا عن الهدنة التي الآن بيننا وبين هذه العصابة النصيرية. ما له هدن، لا وقفوا لا طيران ولا وقفوا قذايف ولا وقفوا قصف، حتى على المدنية ما وقفوا. وعلى نقاط الرباط يوميا في عندنا اشتباكات صد إلهم. أبو جهاد، قائد لواء كفر زيتة. دائما يوميا في عنا اشتباكات، محاولة تقدم للجيش على النقاط الأمامية بالمصاصني والزلاقيات، والحمد لله عم نصدى له مع بقية الفصائل. يعني امبارح كان في تقدم كبير للجيش، بس ولكن الحمد لله تم الصد بنجاح. طبعا الجيش ماله، يعني النظام ماله ميثاق، عم يقصف المدنيين، عم يقصف المدن والأماكن السكنية بشكل دائم. يعني ما هدنتوا ما لا عاد ولا ميثاق. إذن المعارك لا تزال جارية بينكم وبين العصابة النصيرية. نعم بالضبط. نعم أخي، حياك الله. معنا الأخ نقيب إبراهيم درويش، قائد فوج المدفعية في الفرقة الوسطى التابع للجيش السوري الحر. طبعا في ظل الهدن المزعوم من قبل قوات النظام وميليشياته ومساندة الروس لهم، لا يوجد أي هدنة في الريف الحموي الشمالي، حيث يقوم النظام بعدة اختراقات. كان البارحة له اختراق وحاول التقدم من جهة محور الزلاقيات، ولكن بفضل الله وهمة الأبطال المرابطين تم التصدي له وتكبيده خسائر فادحة. لله الحمد. أخي، كما نرى النظام المجرم، العصابة النصيرية ومدعومة بالميليشيات الطائفية تحشد على أهلنا في درعا. كيف لنا أن نقبل بهدنة وأهلنا في درعا الآن يحشد عليهم ويذبحون؟ نحن من بداية الثورة انتفضنا وخرجنا من أجل أطفال درعا، ونحن في مدينة حماة وريف حماة. فنحن كشعب سوري حتى في أي شخص كان يعذب أو ينتهك أو يظلم يجب أن ننتفض له، إن كان في الشمال أو في الجنوب السوري أو الشرق السوري. بارك الله بك. معنا الأخ المجاهد أنس الشيخ، عسكري لواء بالفرقة الوسطى. هل اللطامنة إن شاء الله سد منيع ضد هذه العصابة النصيرية؟ إن شاء الله راح تكون سد منيع للجيش النصيري وحلفائه، يعني إن شاء الله ما بيدخلوا، وطالما أنه الأخوة المجاهدين مرابطين على الثغور بإذن الله الكريم. الأخ النقيب إبراهيم، يعني ممكن كلمة منك لأهلنا في درعا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول لإخواننا في درعا أننا معهم على عهدنا وميثاقنا في سبيل تحقيق أهداف الثورة، وأننا ماضون في سبيل هذا الطريق حتى تحقيق النصر، ولن نقبل بأي هدنة طالما أن هنالك طفل أو مدني يقصف ويضرب في أي منطقة كانت في بقاع سوريا. حدثنا عن الوضع الحالي على هذه الجبهة. طبعا نحن هون كفصائل الجيش السوري حر مرابطين على جبهة المصاصني وجبهة الزلاقيات المتاخمة لمدينة اللطاملة في الريف الحموي في الريف الشمالي من حماة. طبعا نلاحظ الجيش موجود في مدينة حلفاية وعلى محور طريق المصاصني، موجود في ضيعة المصاصني على هاي الجبهة، بالإضافة إلى محور الزلاقيات، مدينة الزلاقيات أو قرية الزلاقيات باتجاه محطة الحرارة في مدينة محردي أمامنا.
طبعا ليكم هذه المحطة الحرارية في المحطة الحرارية في مدينة محردي. إن شاء الله خطوط الرباط قوية ضد هذه العصابة النصيرية. الحمد لله بفضل الله. كما تكلمنا سابقا أنه حاول النظام البارحة محاولة التقدم على محور الزلاقيات، وبفضل همة الأبطال المرابطين تم التصدي له وتكبيد عدد كبير من الخسائر وقتل في العناصر. قناة السوري الحر تلتقي مع الأخوة المجاهدون المرابطون على هذه الجبهة. حياك الله أخي. حياك الله أخي. أخي حدثنا عن طبيعة الرباط على اللطامنة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن فوج المدفعية التابع للفرقة الوسطى مرابطون على مدار 24 ساعة بالهاوين من عيار 82. حاول التقدم النظام في ليلة البارحة باتجاه اللطامنة وتم دحرهم ولله الحمد. العصابة النصيرية المجرمة هل هي ملتزمة معكم في الهدنة؟ لا يوجد التزام بالهدنة أبدا، وكل يوم يحاول التقدم باتجاه اللطامنة ويتم دحره ولله الحمد. نطمن أهلنا عن اللطامنة وعن الريف الحموي، هل الجبهات بخير؟ الحمد لله الجبهات بهمة عالية والأخوة المرابطون همتهم عالية والجبهات كلها بخير والحمد لله. من الريف الحموي المحرر ومن الخطوط الأولى في جبهة اللطامنة كان معكم لقناة السوري الحر مصطفى طالب.